كفيديو اديتور اكيد في شخصيات سمعت عنها في المجال. ناس خدت المونتاج لنقلة تانية باسلوبها وطريقتها. قررت افتح اليوتيوب. شخصيات قدرت انها تسيب بصمتها في المجال وتحوله في لفن العصر الحالي وابداع. لا غنى عن مهارة صناعة الفيديوهات. ومن ضمن الاسماء اللي عملت ضجة كبيرة هو ايمان جادز. ايمان جادز قدر انه يغير فكرة المونتاج عند كل اديتور بستايل انيميشن نضيف، حركة محسوبة، ونصوص بتتكلم قبل ما تتنطق. فهل تقدر تعمل انيميشن شبه ده بنفس الجودة حتى لو كنت لسه مبتدئ في المجال وبتحاول تعلي من مستواك؟ النهارده هجاوبك على السؤال ده وهشرح لك خطوه بخطوه ازاي تعمل انيميشن بنفس الطريقه دي على افتر افكت. انيميشن بسيط جدا واحترافي وهياخد شغلك لنقله تانية. هنفتح افتر افكت ونعمل نيو ونضيف سوليد جديده، ونروح للافكت ونبحث عن تاثير جريديان رامب ونضيفه للسوليد، ونخلي اللون الاسود في نص السوليد، وناخد الابيض شمال شويه ونغير دي عشان نخليه اخد شكل الدايره، ونغير اللون الاسود للبني الغامق، ونروح للابيض ونخليه باللون الاسود، ونعمل سيلكت على السوليد وندوس كنترول دي عشان ناخدها كوبي، ونشيل الجريديان رامب من النسخه الجديده، ونروح نبحث عن الافكت ده ونضيفه للسوليد الجديده، ومن الاعدادات هنخلي دي 85 وناخدها كنترول دي وننزل تحت نغير دي لل 90. ممكن برضك نقلل من شكل مربعات شويه ونخلي نوع 10 ونخلي نفس الكلام في اللي فوق، ومن السوليد اللي تحتها ناخد الافكت كوبي ونوديها للسوليد الجديده، ونغير في اللون الازرق ونخليه للون الابيض. بعد كده هنروح نعمل نيو ونضيف شيب لاير ونعمل شكل مستطيل بالطريقه دي، ونغير لون الشيب لاير ونخليها للون الاسود. سيلكت على الشيب لاير وندوس كنترول دي عشان ناخدها كوبي، وهنغير في لون واحده فيهم نخليها للون الابيض. ومن اعدادات الشيب لاير نروح على الريكتانجل وندوس كليك يمين بالماوس ونفعل الخيار ده، وده يديني تحكم في الشيب لاير ان انا اقدر اغير من شكلها براحتي واتحكم في الريكتانجل واضيف اي بوينتس جديده. فهنعمل البدايه على الشكل ده. بعد كده كليك يمين ونروح نضيف شيب لاير جديده. بعد كده نحاول ان احنا نخلي بدايتها على نفس مستوى الشكل اللي معانا، واللي خلانا نضيف شيب لاير جديده انك هيكون عندك تحكم اسهل في درجه التموج. عادي جدا لو مش محتاج درجه التموج في حاجه فتاخدها بنفس الطريقه اللي اشتغلنا عليها في الشيب لاير اللي قبليها. بعد كده نروح نضيف شيب لاير جديده وهنعمل نفس الطريقه اللي كنا لسه مستخدمينها ولكن المره دي من فوق عشان نحاول ان احنا نقفل الغلاف، واغير لونها اللون الابيض عشان بس اكون عارف الاجزاء اللي احطها في كومبوزيشن لوحدها، واغير اللي تحت اللون الاسود لان هي برضك هتتضاف مع كومبوزيشن اللون الاسود، واعمل سيلكت على كل لون وادوس كنترول سي عشان نضيفه في كومبوزيشن لوحده. دبل كليك على كومبوزيشن اللون الابيض وهندخل نحولهم للون الاسود. بعد كده نروح نيو ونضيف شيب لاير جديده، ومن فوق نختار الشكل نخليه مستطيل الكيرفي ونعملها بالطريقه دي. دبل كليك على كومبوزيشن اللي قدام ونخفي خلفيه عشان الصوره تبان، ونروح نبحث عن افكت جريديان رامب ونضيفه للشيب لاير. سيلكت على اللون الاسود ونعمل البوينتس في النص، واللون الابيض نحاول ان احنا نسحبه تحت شويه. حاول انك تظبطها على شكل يعجبك. نفس الطريقه نعملها مع الشيب لاير الثانيه ولكن المره دي هنعمل الرامب شيب على راديال رامب. هنخلي اللون الاسود في النص وناخد الابيض بعيد شويه بحيث انه يبان كاضاءه من بعيد. برضك حاول انك تظبطها على شكل يعجبك، ونرجع للكومبوزيشن الاصليه ونضيف جريديان رامب للشيب لاير البيضاء، ونروح اللون الاسود ونغيره للون الازرق السماوي، ونروح نبحث عن افكت جلو ونضيفه للشيب لاير، ونلعب في اعدادات الافكت شويه لحد ما توصل لنتيجه ترضيك. دبل كليك على الكومبوزيشن اللي قدام ونروح لشكل المثلثين ندوس كنترول سي عشان ناخده كوبي، ونرجع للكومبوزيشن الاصلي ندوس كنترول في ونخلي شيب لاير مثلثين فوق الرساله على طول. ومن اعدادات الشيب لاير هنروح على الريكتانجل وندوس على باس ونغير في شكل المثلثين نمدهم قدام بالطريقه دي بحيث ان هم يكونوا مغطيين الشاشه كلها ما عدا الجزء اللي ظاهر منه الرساله. حاول انك تظبطها على قد ما تقدر بحيث ان الشكل اللي هيكون مغطي الشاشه مش هيكون ظاهر فيه اضاءه الرساله. وبعد ما تظبطها هتروح لشيب لاير الرساله وتخلي التراك للشيب لاير المثلثين، ونفعل الخيار ده عشان نخلي الاضاءه بس هي اللي ظاهره. بس بصراحه برضك الشكل مش عاجبني فهعدل عليه بحيث ان اوصل لشكل افضل منه. وبرضك حته كمان لو انت مستخدم الجلو فخلي الجلو يكون قبل الجريديان رامب بالنسبه للشيب لاير الرساله. دلوقتي هنروح لناحيه التكست فهنضيف اي جمله احنا عايزينها. انا هكتب الجمله اللي ايمان جادز كان كاتبها في الرساله بتاعته، ونعدل على اللون نخليه للون الابيض، ونغير نوع الفونت ونخلي التكست تكون فوق شيب لاير الرساله بالظبط، ونروح لافكت ونبحث عن تاثير الجلو ونضيفه للتكست، ونلعب في اعدادات الافكت شويه لحد ما نوصل لنتيجه ترضينا. سيلكت على التكست وشيب لاير الرساله وندوس كنترول سي عشان نخليهم في كومبوزيشن واحده. سيلكت على كومبوزيشن جديده وندوس بي عشان نفعل بوزيشن ونتحرك كام فريم ونعمل كي فريم، ونرجع للبدايه ونخلي البوزيشن تحت شويه. ولو قابلتك نفس المشكله دي ان الاضاءه بتكون مقطوعه فعادي جدا هنمسح الكي فريم وندخل لكومبوزيشن الرساله. سيلكت على الكل اللي موجود جوه الكومبوزيشن وندوس بي عشان نفعل البوزيشن ونسحبهم لتحت شويه. بعد كده نرجع للكومبوزيشن الاصلي ونتحرك عند الكي فريم اللي فعلناه ونوديها لفوق، ونرجع للبدايه نخلي البوزيشن لتحت. سيلكت على الكي فريم وندوس اف 9
ونروح لجراف اديتور ونغير شكل المنحنى بالطريقه دي بحيث انه يكون سريع في البدايه ويبطأ في الاخر. وده كده شكل النتيجه. سيلكت على كل حاجه موجوده معانا وندوس كنترول سي ونخليهم في كومبوزيشن واحده. وهو هنا بيلعب في الاضاءه، فنروح لإفكت ونبحث عن تأثير سي سي سبوت لايت ونضيفه للكومبوزيشن. والاضاءه هنا طبعا بترجع لذوقك، فحاول على قد ما تقدر انك تطلع بشكل يرضيك. وهنا حاولت على قد ما اقدر استخدم نفس الاضاءه اللي كان مستخدمها ايمان جادزي في الانيميشن بتاعه. دبل كليك على كومبوزيشن الاصل ونروح لكومبوزيشن اللي موجود فيها الرساله، وهنعمل نيو ونضيف سوليد جديده. ونروح لإفكت ونبحث عن تأثير بارتيكل بلاي جراوند ونضيفه للسوليد. ونروح للاعدادات ونلعب فيها شويه بحيث ان احنا نوصل لنتيجه ترضينا. ودي الاعدادات اللي ظبطت معايا في الاخر. فنروح لإفكت ونبحث عن التأثير ده ونضيفه للتكست اللي عندنا، وندوس يو عشان نشوف الكي فريم اللي الإفكت ضافها عندنا. ممكن نطولها ونقصرها براحتنا على حسب الوقت اللي انت محتاجه في الكتابه. وبعد ما نظبطها نروح للكومبوزيشن اللي موجود فيها كل حاجه ونفعل لهم ال 3 دي ونعمل نيو ونضيف الكاميرا. حركه الكاميرا هنا بسيطه جدا، كل اللي عليك انك تعمل كي فريمات وتظبط حركه الكاميرا بحيث ان هي تكون بادئه من قدام الرساله وتبعد شويه. ومن عند اخر كي فريم انت عملته هتدوس كنترول شيفت دي بحيث انك تقص الكاميرا، وتدوس بي عشان تشوف البوزيشن اللي كان موجوده وتحذفها. وهتبتدي بدايه بوزيشن جديده خالص، فانا هحاول اقربها واطلعها بنفس الشكل اللي طلعه ايمان جادز بحيث انها تبدا قريبه من الرساله وكمان تبتدي من الشمال شويه. واعمل كي فريم واتحرك شويه قدام واخلي حركه الكاميرا جايه من الشمال لليمين. سيلكت على الكي فريم وندوس F9 ونروح للجراف اديتور ونخلي شكل المنحنى بالطريقه دي بحيث انه يبتدي سريع ويبطأ في الاخر. ونرجع للكومبوزيشن الاصل ونعمل نيو ونضيف ادجستمنت لاير. ومن افكت نبحث عن تأثير جيشن بلور ونضيفه للادجستمنت لاير. ومن اعدادات الافكت نخلي دي 40 ونطلع فوق الماسك نختار شكل الدايره، وبعد كده ننزل تحت ونفعل انفيرتد للماسك بحيث ان البلور يكون بره الدايره مش جواها. ونروح للماسك ونعلي الفيزر شويه، وبكده نكون وصلنا للناتج النهائي، شكل انيميشن احترافي وبسيط جدا. ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام.